تخيل نفسك ان انت لاعب كرة قدم افريقي وجاي من بلدك علشان تلاعب الاهلي او الزمالك او منتخب مصر، وهتلعبوا على ملعب استاد القاهرة. بيبدأ الاتوبيس يدخل الاستاد، بتلاقي قدامك مبنى صغير جدا لا يوحي ان وراه شيء كبير. تركن الباص تلاقي نفسك نزلت داخل على ممر منحدر ارتفاع السقف فيه عالي جدا، يفضل الممر ينزل بيك وفجأة تلاقي نفسك في ارض الملعب بتواجه 60,000 مشجع. هو ده الرعب الحقيقي. احنا النهارده في الاستاد اللي بيمثل تاريخ افريقيا، اكتر من 30 بطوله للمنتخبات والانديه، واكتر من 45 حدث قاري وعالمي ونهائي اتلعبوا على الاستاد ده، استاد القاهره. اهلا بيكم. استاد القاهرة دايما بيتقال عليه استاد الرعب. هل كلمة استاد الرعب دي هي لقب كده إعلامي الناس بتديه للاستاد عشان نحلل البضاعة بتاعتنا؟ عايزين نرعب المنافس، عايزين نخوف أي حد جاي لنا يعني؟ هو أساسا في حاجة اسمها استاد مرعب. يعني مثلا ليفربول لما بيقولوا دايما ملعب الأنفيلد أو جحيم الأنفيلد، هل ده فعلا في جحيم يعني جوه؟ الاستاد مزعج، هو صعب على اللعيبة، الواحد مش عارف يتكلم. هل فعلا استاد الكامب نو هو استاد قوي واستاد كبير؟ هل بعد التطوير الكبير لاستاد ريال مدريد، استاد سانتياغو برنابيو، هل فعلا هو تصميم مستقبلي جدا وجامع للحاجات وكبير قوي كده وضخم يعني؟ هل التكنولوجيا المستخدمه في ملعب توتنهام هي فعلا تكنولوجي صعب جدا حد يلاقيها وحد يقدر يعملها؟ الموضوع ليه علاقه بدراسات اتعملت حول ملاعب كره القدم. باختصار، كل الناس بتستهدف الجمهور، كل الناس بتستهدف المشجع. انا ازاي اولا اجذب المشجع انه يروح الاستاد، وازاي انه فعلا المشجع ده يكون دوره مؤثر وقوي فعلا على احداث المباريات. هي الكوره فيها عناصر كتيره، لعيبه ومستوى فني ومدرب، ولكن الجمهور هو عنصر مهم جدا من اهم العناصر. انديه كبيره جدا وبتصرف مصاريف كبيره جدا وملهاش جمهور مش هتعرف تلاقيها تنافس بشكل دائم. المنافسه الدائمه على الالقاب دايما بتلاقيها حكر للانديه الكبيره اللي جماهيرها ماليه الدنيا. ليه بقى استاد القاهرة هو استاد الرعب؟ في سنة 1950 المهندس ميشيل بخوم تعاون مع المهندس أحمد محرم وعملوا مكتب محرم بخوم، وكان عندهم فكرة لإنشاء استاد يحمل اسم العاصمة ويكون مقره القاهرة. تم إسناد المهمة دي للمصمم فيرنر مارش، واللي كان مصمم الاستاد الأولمبي الألماني فيما قبل، والحقيقة إنه نقل كتير جدا من تجربته في الاستاد الأولمبي الألماني إلى استاد القاهرة. استاد القاهرة مبني بطريقة بسيطة جدا، وهو تم حفر أرضية استاد القاهرة بالمدرج الأول تحت الارض، وتم بناء المدرج الثاني فوق الارض، فبالتالي ارتفاع الاستاد من بره ما يبانش انه كبير، فبالتالي ما تحسش دايما انت كلاعب كوره ان في تاثير او ان الاستاد هيقول حاجه. تخيل انك واقف وبتهتف في حفره، الصوت هيتردد اكتر من مره. هو ده بالظبط فكره استاد القاهره، وده اللي بيخليه مميز عن اي استاد تاني في مصر على الاقل. وبعدين استاد القاهره ليه هيبه كده، تحس فيه ايكو، الصوت فيه عالي، الصوت اعلى من اي استاد تاني، الصوت بيرد الملعب. كان فايق شويه في صوت الجمهور، لدرجه ان التاثير بيبدا من طرقه الاستاد. الطرقه الضلمه اللي احنا فيها دي واللي فيها صدى صوت عالي جدا، الطرقه دي في وقت من الاوقات كان في مباراه تم ايقاف الجماهير فيها، يعني جماهير الاهلي المفروض ما تحضرش، الجماهير حضرت المباراه من الطرقه دي وفضلت تهتف، والهتاف وصل للعيبه في الملعب. انا سامع صوت في الاستاد، ايه الحكايه اهو؟ مش ممكن. طبعا الممر اللي احنا كنا فيه دلوقتي ده بيجمع الصوت كله بتاع الملعب الى الممر، فانت وانت داخل من البوابه فهي تجربتك طبعا عظيمه، داخل من البوابه سامع صوت الجماهير فانت عايز تجري، وطبعا بما ان الاستاد محفور فانت عمرك ما هتدخل الاستاد ويكون ظهرك للملعب. ده غير طبعا مسارات الحركه كبيره جدا، وان الاستاد بيطل على اكتر من شارع رئيسي بيفصل دايما بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. دايما في منظر جميل جدا للاستاد ده في ماتشات الاهلي والزمالك ايام ما كانت الماتشات بتتقفل بالجماهير. لو انت زملكاوي هتقابل زمايلك عند المنصه وتمشوا لغايه استاد القاهره وتعدوا من جنب نادي الزهور، ولو انت اهلاوي هتتقابلوا عند صلاح سالم وتعدوا الشارع وتخشوا مدرجات الدرجه الثالثه او الدرجه الثانيه، واللي على فكره ده بيؤدي الى سهوله تامين الاستاد بوجود كل الجماهير دي. انا اول مباراه احضرها في استاد القاهره كانت مباراه الاهلي والزمالك اللي خلصت في نهائي كاس مصر 2006. اول مره رحت الاستاد تقريبا مصر والسنغال، الاهلي والزمالك بتاع الكاس، ماتش مصر والسنغال تصفيات كاس العالم. كان زمان مع ابويا كان الاهلي والترسانه باين، كان اهلي وكروم دوري 96. الزمالك بيلاعب فريق في افريقيا تصفيات. واكتر هدف انا سمعت صوت الصيحه فيه عاليه هو هدف رامي ربيعه في مرمى الترجي. حضرت مصر والجزائر، فجاه الكره اترفعت واول ما دخل الجول انفجر طبعا الملعب، كان انفجار رهيب.
حكم المباراه دي هو الحكم جيروم دامون. قال وقتها تصريح انا فاكره انه حس ان الارض اتهزت من تحت رجله بعد جون عماد متعب. هو كانت في لقطه تانية برضه في الماتش ده، الصوت اللي هي كانت ساعه اذان المغرب. فاكر في ماتش الزمالك والاسماعيلي برضو كان جون بتاع احمد جعفر. صندي في ريال مدريد. كان الجون بتاع صلاح اللي جابه في السنغال. بعدين اول ما تخش بقى من البوابه تلاقي بقى النجيله الخضراء كده فجاه قدامك كلها تحت كده، خصوصا لما تبقى داخل على ماتش مهم او حاجه مهمه، لا انت اصلا بتبقى مربوب. انا عمري ما حضرت اي مباراه في الاستاد ده الا ولقيتني داخل من عند البوابه بجري، لان انا حاسس ان هيفوتني حاجه. يعني دايما تحس دايما ان في حاجه هتفوتك في القصه دي. ده تصميم يحيلك قد ايه المكان ده عظيم، ده تصميم يحيلك بهيبه المكان. انت خارج من الضلمه دي للنور ده كله والاتساع ده كله، فانت هنا النهارده انت هايب المكان. فده بيخلي دايما التجربه بتاعت استاد القاهره مختلفه عن اي استاد تاني. وزي ما اتكلمنا عن فضل الاستاد عن الانديه المصريه كلها، لازم برضو نتكلم عن مشاكله. النهارده استاد القاهره للاسف الاستاد محتاج مدرج ثالث، او محتاج تغطيات بالكامل الملعب، او حتى تغطيات جزئيه. ده غير المشاكل اللي بتقابل الناس المشجعين في بعض الخدمات اللي موجوده جوه الملعب. كل الملاعب النهارده سبقتنا فكره الخدمات جوه الملعب. حتى خدمات الفي اي بي عندنا اللي بتتقدم للفي اي بي هي خدمات عاديه جدا جدا، ولا ترتقي لكلمه في اي بي زي الفي اي بي اللي بنشوفها في ملاعب بره حتى في دول الخليج. استاد القاهره هو اساس قوي جدا انك تعمل حاجه تاني ترجع خليك رقم واحد في افريقيا. استاد القاهره شهد تتويجات الفرق المصريه كلها بافريقيا، سواء بطولات افريقيه او نهائيات او المنتخبات او الفرق. حتى النادي الاسماعيلي لما كسب اول بطوله افريقيه كانت على ارض استاد القاهره. وزي ما شهد استاد القاهره احداث عظيمه جدا وبطولات عظيمه جدا واهداف عظيمه جدا، الا انه برضه للاسف شهد على خروج للمنتخبات والانديه. وده لان احنا زي ما قلنا الاستاد هو عنصر من عناصر اللعب. كلام عن الاستادات ما خلصش، هو يا دوب بدا. ادعي لاخواتنا في غزه، وادعي لاخواتنا في سوريا، وادعي لاخواتنا في لبنان، وادعي لاخواتنا في السودان. ملناش غير بعض في الاخر. لو وصلت النقطه دي في الحلقه فانت راجل برنس. كنت معاكم محمد فريد، وده معمارجيين.